قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله لابن آدم الدنيا مثلا بطعامه، لئن قزحه وملحه، قزحه حط عليه توابل بقى وشطه وفلفل وبتاع والكلام ده، وملحه فانظر إلى ما يصير. هذه الدنيا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا ديت، هي دي الدنيا. فده بينتهي في النهاية إلى عصف وإلى هشيم، فبتنتهي كده. طيب بتنتهي على إيه؟ تنتهي على شيئين: وفي الآخرة عذاب شديد. لمين؟ لمن لم يستعمل الدنيا في مراضي الله عز وجل، يعني استعملها على حقيقتها، لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عز وجل عليهم قال: وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. رجعنا برضو الإيمان. قال يعني أموالكم أولادكم لا قيمة لها، لا قيمة لها إطلاقا، إنما هو عرض زائل في دنيا قصيرة. وفي الآخرة عذاب شديد لمن استخدم الدنيا على الوصف الذي وصفه الله تبارك وتعالى، ومغفرة من الله ورضوان. بعد الآية دي ربنا عز وجل قال: سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والآية في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. شوف في العبادة يقول لك إيه؟ سارعوا، سابقوا. طب في طلب المعاش: وامشوا في مناكبها. يعني في العبادة أجري على آخر، وفي الدنيا بيقول لك يا ابن آدم ما تجريش جري ولحوش عليك رزقك لم تحوش، كلام العوام يعني. وفي بعض الأحاديث الضعيفة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق، وهذا وكلا ده كلام صحيح، هو الحديث ضعيف مبنى لكنه صحيح معنى: إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. لا فيش أي حاجة هتروح منك أبدا، لو لك نفس على الأرض هتاخده قبل ما تموت. فيش حد يعني يتطوع بأنه يعني يخوض في محارم الله عز وجل عشان يجيب المال من حرام، من الباب الحرام يعني. لا، هذا رزقك سيأتيك. تكفل الله عز وجل لكل مخلوق برزقه حتى يموت. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. فهنا في العبادة سارع، ويبقى عندك غيرة في العبادة. فلان أفضل منك علما، ليه؟ فلان يجد عنك في العبادة، يقوم الليل ويصلي في الجماعات ويطيل الصلاة وينفح من ما فاض عن ماله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليه؟ فلان أفضل مني ليه في هذا؟ فسابقه. كان سفيان الثوري يقول: من سابقك في الدنيا فسابقه في الآخرة. يعني إيه؟ يعني دعك من الدنيا ومسابقتها وخليك مع الآخرة ومع الناس الفضلاء. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أن تنظر دائما لمن فوقك دينا وتقوى، وتنظر لمن دونك مالا، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني أنت قاعد في بيت زي ده، لما تشوف واحد قاعد في كوخ تقول والله ده الحمد لله أنا كويس جدا وربنا كرمني والكلام ده، فتقوم تحمد الله عز وجل أنه أعطاك هذا ولم يعطيك هذا. إذا نظرت إلى الأقل منك دنيا ستحمد الله عز وجل، لكن المطلوب أن تنظر إلى من فوقك دينا. هذا الحديث الذي رواه مسلم، يعني أن تنظر إلى من فوقك دينا. ليه ده متقدم علي؟ ليه ده أفضل مني؟ كان أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه وبه أختم إذا كل، كان بيمشي بعصاية يعني بعكاز كده، فكان يصلي من الليل، فإذا كلت قدماه ضربها بالعصا. اوعى تقولوا مجنون ولا كان لهم حاجات خاصة بيهم. أنا ما قلتلكش كل ما تزهق اضرب نفسك بالعصا، وأنا قلت لك كده. هو بيضرب نفسه بالعصا، عارف علته وعارف دواها، تمام؟
فلما تقرأوا كلام زي كده ده دواء له. ما تقولش كان يفعل كذا فينبغي على الناس أن يفعلوا كذا، لا مش لازم. كان إذا تعب من العبادة من الصلاة يضرب قد رجليه بالعصا ويقول والله إنكما، رجليه يعني، لأحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد أن يسبقون؟ ثم يقوم فيصلي. كان بيجد الهمة إذا فعل شيئا كهذا. كانوا يقيسون عبادتهم بعبادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين إما بلغتهم سيرتهم وإما رأوهم على العيان يعني. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى صالح العمل.